من على أرض المسرح الوطني. سنكون ضيوفا على مهرجان عيون للإبداع العربي وبنسخته الرابع عشر الذي أقيمته مؤسسة عيون للفنون والثقافة، وبحضور فنانين وإعلاميين عراقيين وعرب. لتتوهج بغداد بألق الإبداع كونها حاضرة للأدب والفنون. لا تذهبوا بعيدا، انتظرونا بهذه التغطية المميزة من مهرجان عيون للإبداع العربي. يا راح مني يا ابو كسر قلب الزمان وراح مني يا ولي ابويا كسر قلب الزمان وراح مني اي وطن حر سموح وراح مني السيدات والسادة الحضور الكريم، مرحبا بكم جميعا. ما تزال مؤسسة عيون تصر على صناعة فضاء جمالي مستقل لا يخضع لإملاءات جانبية أو تصورات محدودة، وهو ضرب من التحدي في مناخ طامح لخلق فضاء معرفي وجمالي متقدم بخطوات يسودها الاطمئنان والثقة. ها نحن ندشن عامنا الرابع عشر بجهود ذاتية. مساء الخير عليكم جميعا. إذن إن الإصرار على إقامة هذا العيد السنوي هو إعلان للبقاء على قيد الإبداع والتحدي، ولقد ارتأت مؤسسة عيون للإبداع العربي أن تكون بمستوى المسؤولية المهنية في وضع المعايير الموضوعية واختيار المتميزين، مؤمنة أن كل عراقي اليوم هو جائزة هذا الزمن. مرحبا. شلونك؟ تمام. شنو شفتي اليوم مسرح الوطني الفعاليات اللي بيه؟ طبعا المسرح الوطني ودائرة سينما المسرح والمقيمين على دائرة سينما المسرح هم دائما في عمل مستمر ل يعني تحقيق فعاليات مهمة للشارع العراقي الثقافي والشارع العراقي الاجتماعي أكيد. فالفعاليات مستمرة. اليوم أكيد أكو فعاليات المبدعون وصناع الحياة والمجد. شو تشوفين الثقافة يعني بهالوقت يعني؟ الثقافة العراقية طبعا أكيد موضوع الثقافة موضوع متشعب. الثقافة هي الفن، هي الشعر، هي الكتابة، هي الإذاعة، هي هسه تقديم البرامج، وأنت هسه مراسلة. هاي كل ثقافة. أيضا الثقافة ثقافة السلوك. لازم إحنا كعراقيين يعني نراوي للعالم إنه إحنا سلوكياتنا سلوكيات مثقفة جدا وواعية. شكرا جزيلا. من النادر أن تجتمع صفات حسنة في فرد واحد، وهذا النادر اجتمع في شخص مبدع ونبيل هو الشاعر مجاهد أبو الهيل. فهو الوسيم شكلا وروحا، وهو المتفاني الساعي لخير وطنه وأبناء شعبه. لم يدخر وسعا في النهوض بأية مهمة يكلف بأدائها، لأن في داخله إنسانا نقيا يطمح دائما بالوصول إلى أفق إبداعي ومعرفي. نافذته للتعبير عن هذه التسمية الدالة على أكثر من معنى، فأقام احتفاليات إبداعية لقامات عراقية لها حضورها المتميز
واحتضن فعاليات لها سمة إنسانية واضحة. ولذلك كان اختيارا أن يكون مهرجان عيون بدورته الجديدة وبكل فخر واعتزاز للمبدع النبيل المتميز الشاعر مجاهد أبو الهيل رمزا وطنيا ومثقفا أصيلا. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مع الناشط المدني الأستاذ علي عذاب. مرحبا أستاذ. حياك الله. شلونك؟ الله يطول بعمرك. الله. شلون شفت المهرجان؟ والله مثل هيك مهرجانات مهمة، يعني أمانة أنه هي تعطي دور مهم للفنان بصورة عامة والإعلامي وكل النشاطات الثقافية والفنية، تعطي اهتمام لهم بتطوير طبعا الجانب الإعلامي والفني وغيرها من الجوانب الفنية، باعتبار أنه هو الرافد الوحيد للثقافة، وأيضا أنه هو يطور وينمي كل بلدان العالم. فالفن هو جزء لا يتجزأ من كل ثقافات الشعوب. الشعوب هي معتمدة اعتماد جذري على الفنون وأيضا على الإعلام. فأكيد أن العراق هو غني جدا بقامات كبيرة من فنانين وإعلاميين وأيضا مخرجين وموسيقيين. نسأل الله أنه لهم التوفيق الدائم وربي يوفقكم إن شاء الله. شكرا أستاذ، هذا الدورة الرابعة عشر، أنت حاضر دورات قبل هذا المهرجان؟ للأمانة أنه أنا قليل جدا طبعا لمهرجانات في العراق باعتبار التزامنا وعملنا، ولكن هذه الدورة أعتقد أن هي الأولى بمهرجان عيون، لأن كان هنالك كثير عندي من المشاركات في الوطن العربي، وأيضا آخرها كان في العقبة وآخرها كان في القاهرة، بس وجودي اليوم هو سمح بحضور في هذا المهرجان. ربي يخليكم إن شاء الله. شكرا لك. الآن نعود لكم من جديد أعزائي المشاهدين مع أحد الضيوف. مرحبا أستاذ. حبيب قلبي مرحبا. نتعرف بحضرتك. حسن بدران من مطعم خان مندي. شنو مشاركتكم بالمهرجان؟ نحن من أحد الداعمين لهذا المهرجان كمطعم خان مندي، وحبينا نشارك بهالاحتفال الحلو، ونحن كأحد داعمين لهذا المهرجان. صديقي غششني وقال صوتك حلو تغني، ممكن نسمع شيء بسيط؟ تدلل، وكل أهل العراق بيتدللوا. حبيب قلبي. جاي يغني غني من قلبي أنا اللون هي بمطعم خان مندي، إن شاء الله بتعيدوها مية. بدي غني من قلبي أنا اللون هي من مطعم خان مندي، إن شاء الله بتعيدوها مية. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اليوم ويانا الإعلامي حسن القيسي. مرحبا حبيبي. أهلا وسهلا بك أستاذ، نورتنا. قلبك نور. شنو رأيك اليوم بالمهرجان؟ صراحة مهرجان عيون للإبداع هو مهرجان عربي عراقي. اليوم زارنا الكثير من الشخصيات العربية والعراقية، كان وفد جميل أكيد، خاصة بتلاقح فكري ثقافي عربي عراقي استفادنا منه وحضرنا إحنا كإعلاميين وكفنانين عراقيين، ونفتخر بهيك مهرجانات عراقية. شفت اليوم بالمهرجان بتواجدك؟ احنا كل سنه نحضر هيك مهرجانات يعني ثقافيه وادبيه فعاله في الوطن العربي اجمع. احنا اليوم مهرجان عيون هو مهرجان ليس عادي، وليس من المهرجانات يعني المستمرة الآن في بغداد. هذا نعم. المهرجان له طعم خاص وله لون خاص، لأن عنده ضيوف احنا من كافة الوطن العربي. عندنا ضيوف من الأردن، من سوريا، من لبنان، من السعودية، حضروا بهيك مهرجان. الأستاذ عباس الخفاجي يعمل كل عام مهرجان يعني اختلاف به. اليوم اختلاف جميل شفنا بهيك مهرجان جميل، وشعاره كان يحمل المبدعون صناع الحياة ومجد الوطن. والله احنا اليوم سعيدين بتواجدنا بالمسرح الوطني، والتقينا بعدة كفاءات وفنانين موسيقيين، ونتمنى ان شاء الله النجاح بهذا المهرجان. الدورة 14 ان شاء الله نتمنى موجودين بالدورة، و15 ان شاء الله نتواجد، ونتمنى من الدولة انه تدعم هكذا مهرجانات، وان شاء الله الاكثر والمزيد ان شاء الله. والله عدة مصورين شفتهم مبدعين، واكيد احنا نشاهد ونتعلم من اساتذة كبار ودورات. ان شاء الله نتمنى انه نكون أكثر دعم للمصورين، وخصوصا لجمعية المصورين العراقيين، نتمنى يدعموها أكثر حتى نقدر نقدم أكثر إن شاء الله.
أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذا التقرير لمهرجان عيون للإبداع العربي. لا يسعنا إلا أن نفخر ببغداد ومسرحها الوطني. تقبلوا مني أنا علي مازن، وكالة النجوم الإعلامية، بغداد.